نقول لهم لو أنتم على الحق ضيعتموه. يعني المفروض الإنسان يبش في وجوه الناس ويبتسم لهم ويصافحهم ويجذبهم. فإن قلت نحن نهجر المبتدعة أو الضلال هذا على حيز ضيق وبضوابط. ثم هل العوام يهجرون العوام؟ ما رأينا هذا في التاريخ، أن العوام يهجرون العوام إلا ما كان من كفار قريش لما هجروا المسلمين وحصروه في شعب أبي طالب. إذن أصحاب الجهل لهم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة، لا بأس. النبي عليه السلام لما أنزل الله عز وجل العتاب له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأما من جاءك وأما من استغنى فأنت له تصدى. طيب تصدي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وأمية وصناديد قريش، هل هذا جهل من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ لكن هذا عين الدعوة، لأن هؤلاء لو أسلموا لكان خيرا، كما كان إسلام أبي بكر رضي الله عنه، كما كان إسلام عمر بعد ذلك وإسلام حمزة رضي الله عنه. قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولذلك نحن مثلا نكره أمريكا ونريد أن نقاتلها، لكن لو أسلمت يا ليت، وإن كان هذا طبقا للسنن الكونية لا يكون، لكن لو أسلمت وناصرت الإسلام وناصرت الدين هذا خير عظيم. ولكن والله أعلم لو نظرت نظرة متفحصة في لماذا صد الله عز وجل الأمريكان عن الإسلام لعلمت أنها لو أسلمت لقال الناس لولا أمريكا ما نصر الإسلام. فينصر الإسلام من رحم الضعف حتى ينسب النصر خالصا لله، وإن كان النصر خالصا لله لو تسببت أمريكا فيه، لكن حتى ينسب النصر خالصا بعد زمن الاستضعاف. وهذه سنة والله أعلم مضطردة معروفة. وقال الدعاء شبه بينسبون عدم إيمان الأمريكان أو إسلام الأمريكان قلة الدعاء المخلصين في الدعوة في أمريكا. قد يكون هذا سبب من الأسباب، لكن أنت عندك أسباب قدرية الله لم يقدر. فلو أخلص الدعاء وأنفقوا كل أموالهم والله لم يقدر خلاص. هل النبي قصر في دعوة كفار قريش؟ لا طبعا، ما قصر صلى الله عليه وسلم. لقد أدى حتى أنه تغافل عن صاحبه الحبيب عبد الله بن أم مكتوم لأجلهم فعتب الله عليه فيه، اللي هو اللي هو أن جاءه الأعلى، هو الأعمى عبد الله بن أم مكتوم. فزكى الله عز وجل هذا الرجل وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قابله يقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي رضي الله عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، إنما أراد أن يجلب هؤلاء. كان من أصحاب الجاهل الذين أسلموا وكانوا سببا في نفع هذا الدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هو اسمه اسم أبو بكر عبد الله ابن عثمان. أبو بكر اسمه يا مشايخ؟ عبد الله ابن عثمان، وكنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو قحافة، أبو بكر بن أبي قحافة أو عبد الله ابن عثمان. كان يلقب في الجاهلية بعتيق، صح الحديث وأن النبي قال له أنت عتيق الرحمن من النار. فضائله جمع رضي الله عنه. إذن أصحاب الجهل لهم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة، ولذا كان أثر أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره، أكثر من غيره. الشباب هم حملة الرسالة وعماد الدعوة. عندما تتحرك في دعوة أو عندما تحرك في دعوته للإسلام استجاب له صفوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من شباب مكة. لا، هذا أبو بكر معذرة. أسلموا على يد أبي بكر. كم كانت أعمارهم؟ عثمان بن عفان 34 سنة، الرحمن بن عوف 30 سنة، سعد بن وقاص 17 عاما، الزبير بن العوام 12 سنة، طلحة بن عبيد الله 13 عاما رضي الله عنه. دول أسلموا على يد مين؟ عد كده: 1 2 3 4 5 من العشرة المبشرين بالجنة. أسلموا على يد من؟ أبو. أنت أسلم على يدك كم واحد؟ اللي أسلم على يده واحد يرفع يديه، واحد فقط.
الشيخ عبد الرحمن الصميت الكويتي رحمه الله مات أظن منذ شهر أو منذ شهور قليلة، أسلم على يديه 15 مليونا، 15 مليون، ولم يكن خريج كلية دعوة ولا كلية، إنما كان خريج طبيب يعني. وترك الطب وذهب إلى أدغال إفريقيا. ولم يكن الإسلام فقط الذين أسلموا هم كان يرعون، بل كان يرعى دولة كالسنغال مسلمين أصلا، كان يجدد إسلامهم، يذهب إلى هذه القرية. إثيوبيا مسلمين يرعاهم، يحفر لهم آبار، يفعل لهم كذا. الشيخ وحيد أظن يعني العدد تخطى 100,000 الآن. ها؟ ده في الرحلة الواحدة أقول مثلا تخطى 100,000، تخطى عشرات الألوف. خلاص؟ تخطى إيه؟ أنا وأنت كم أسلم على أيدينا؟ نحن مشغولون بأنفسنا. نسأل الله يرزقنا، لكن نحن نتذكر لنعمل. ما المانع مثلا؟ يعني أنا رأيت في منامي منذ حوالي 5 أيام كأني أؤسس جامعة في المنام. تؤسس جامعة لها فصول، المرحلة ليست سنوات إنما مراحل علمية. المرحلة الأولى مثلا 10 كتب يأخذ الطالب إجازات معينة، المرحلة الثانية الثالثة الرابعة، فإن ارتقى أخذ رسالة الماجستير، كتاب مثلا كالبداية والنهاية كتفسير الطبري، هذا يقول كلمة هو ده الماجستير. ثم الدكتوراه بحث معين يصنعه من الكتب، يبقى صنعنا جامعة وإيه وماجستير وإيه. ما رأيكم في هذا المشروع؟ جيد. لماذا لا نصنع أزهارا إذا كان الأزهر قد تولى؟ والذي صنع الأزهر قدر أن يكون، يعني هو الله الذي قدر الأزهر أن يكون، يقدر لشيء آخر أن يكون. ما المانع؟ هناك جامعة إسلامية في المدينة، ما المانع أن يكون عندنا أيضا جامعة إسلامية؟ ما المانع؟ لكن طبعا المانع هنا المال، النقود، لأن هناك ينفقون على هذه الأشياء وكذا. فنسأل الله أن يرزقنا. ثم ما المانع أن نصنع رحلات إلى إفريقيا، الدعوة إلى الله؟ من كان عنده لغة يترجم كتب، أي لغة يترجم إلى الكتب إلى بلاده، يرسل لهم الرسائل، يكتب لهم الكتب، وهكذا. كل إنسان بما يستطيع، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل. كان هؤلاء الأبطال 5 وغيرهم من شباب مكة الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة إذا أردنا للأمة النهوض. نقول أين شبابنا اليوم؟ هل يستشعرون الهم؟ هذا كلام الشيخ حفظه الله. كانت الدعوة في هذه المرحلة سرية 3 سنوات. مسألة 3 سنوات دي فيها خلاف، بعضهم يقول لم يثبت، بعضهم يقول ثبت، بعضهم يقول كانت المرحلة أقل وقد أعلم، ولكن يبدو أنها لم تكن سرية السرية التامة. يعني يبدو أن برضو الأمن قد عرف طريقه إلى تلك الأمن العام في قريش، يعني في مكة آنذاك كان يعرف هذه الدعوة. لكن والله أعلم كما يقول بعض العلماء أن هناك مرحلة قدرية في الدعوة، مرحلة قدرية من نجاح مبدئي للداعية وغفلة مبدئية للكفار. لأن الدعوة لو قضيت على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبي بكر في أولها لقضيت. إما أن تكون هذه الغفلة لأنهم لا يعبؤون بهم، قلة، شرذمة، كذا كذا كذا، ربما، أو ربما لأنهم لم يفكروا التفكير الجيد أنها ستذهب إلى هذا المذهب أو كذا، الله أعلم بما كان هو الحال. لكن والله أعلم هذه هي النظرة. عندك في قصة الغلام شاهد لهذا، غلام أصحاب الأخدود. غلام أصحاب الأخدود تعلم من الراهب، ثم كان سببا في إشفاء الأبرص والأعمى والمريض والمجذوم. يدعو للناس، يدعوهم للإيمان، فإن آمنوا دعا الله لهم فيشفيهم الله عز وجل ويقضي حاجاتهم بإذنه سبحانه وتعالى. فانتشر وذاع صيته، فما تواجه الملك العنيد آنذاك، الجبار هذا الكافر آنذاك، مع الغلام إلا لما استفحل أمر استفحل أمر الغلام.
فيبدو أن هذا من ذاك والله أعلم. هذا يدعو إلى سؤال: هل السرية منهج ثابت لا بد منه، أو التقيد بمداها الزمني 3 سنوات؟ الجواب لا. الشيخ يقول هذا صحيح، هي السرية مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، وتكون في بلاد ولا تكون في بلاد، وتكون في ظروف ولا تكون في ظروف، وتكون 3 سنوات وتكون 30 سنة 30 سنة. هذا وذاك. السرية ليست منهجا ثابتا. السرية كانت مرحلة اقتضتها ظروف وواقع الدعوة، وليست أمرا حتميا على كل من أراد أن يقوم بالدعوة في كل مجتمع، في كل مجتمع. ودين الإسلام دين عظيم، دين مرن. دين الإسلام دين عظيم. لو أنت في بلد مسلمة خلاص تعلن دعوتك وتعلن الجهاد والدعوة وكل شيء. لو أنت في بلد كفرية خلاص يسقط عنك بعض التكاليف كالجهاد باليد، كذا كذا أشياء تسقط عنك، لكن يبقى دعوة باللسان، الإيمان، العمل. فدين مرن، ولذلك ده من أسباب بقائه التي قدرها الله عز وجل هذا الدين العظيم. دين مرن. الأحوال تختلف، هناك مجتمعات تقتضي عليكم الصلاة ظروفها الكتمان والسرية كما وقع في بعض الدول الشيوعية. طبعا أنتم عارفين ما قصة الأندلس والموريسكيين القابضون على الجمر آنذاك. الموريسكيين هؤلاء كانوا يعذبون، كان يذهبون للولد في يسألوا كده: أبوك ماذا يعلمك في البيت؟ فإن نطق الولد بلا إله إلا الله أو بعض كلمات القرآن يعلمون أن أباه مسلم متخف، فيذهبون إليه فيقتلون. وكان في روسيا الشيوعية منذ 60 عاما كان الولد في المدرسة إذا استنطقه المعلم فإن نطق ببعض كلمات القرآن بعض الأشياء يذهبون إليه فيقتلون أباه أو ربما يسجنوا أو يعذبون. فالسرية كانت تقتضي هؤلاء على هؤلاء آنذاك. وحتى أن في الأندلس كان من يلبس الجديد يوم الجمعة أو يوم العيد أو يتطيب أو اغتسل من جنابه، كل هذه إشارات على الإسلام، فكانوا يقتلونهم ويتتبعونهم في كل واد وكل سبيل يقتلونهم. أو بعض الدول التي خضعت الاتحاد الروسي، وهناك دول أخرى فيها من الحرية ما لا يقتضي السرية، زي أمريكا. أنت في أمريكا تستطيع أن تصلي في أي مكان أمام البيت الأبيض، لا مانع أن تصلي. أنت في أمريكا تستطيع أن تجهر بالإسلام أكثر مما تجهر به في مصر. هذا شيء عجيب، خدت بالك؟ لكن هذه الحرية لها أسباب طبعا سياسية سنتكلم عنها بعد ذلك، أو إذا جاءت استطرادا في الكلام. الحرية هناك أصلا نوع من اللؤم في معاملة الناس. فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع السنن، إن بناء الدول وتربية الأمم والنهوض بما يخضع لقوانين وسنن، وعند التأمل والنهوض بها يخضع لقوانين وسنن، وعند التأمل في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى نراه قد تعامل مع السنن والقوانين بحكمة وقدرة فائقة، كأهمية القيادة في صناعة الحضارات، وأهمية الجماعة المؤمنة المنظمة، وأهمية المنهج الذي تستمد منه العقائد والأخلاق. ومن السنن الواضحة فيما ذكر سنة التدرج، سنة هامة جدا. كنت أتكلم في قضية اليوم من قضايا الجميلة، كنا نتكلم عن المجاهدين عبر التاريخ. تعرفون الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ الخطابي أنا أدري ما هو. محمد بن عبد الكريم الخطابي، هذا الرجل لما دخلت إسبانيا تحتل المغرب قاومهم أبوه عبد الكريم الخطابي وكان قاضيا، ثم ابنه محمد هذا كان أميرا، ثم كان يقتل منهم، وربما جيشه 5000 وهم 20,000، يقتل في المرة الواحدة من 20,000 30,000 من الأسبان، حتى اضطر الأسبان أن يجلسوا في المدن الساحلية ويتركون له غالب بلاد المغرب يحكمها ويطبق فيها الشريعة. هذا قريب جدا أيام الملك فاروق، ليس بعيدا حتى تظنوا أن دي مسألة بعيدة.
طبعا هم في النهاية سيطروا عليه لأسباب. الشاهد وهو بالمناسبة مات في مصر ودفن فيه هذا الرجل. الأمير عبد القادر الجزائري أيضا صنع بفرنسا هذا. الشيخ العلامة أحمد الشريف السنوسي، وده أستاذ عمر المختار، ثم من بعد تلميذه عمر المختار. هؤلاء المجاهدون الأبطال، بعض الناس يقول ما المانع أن نصنع مثلهم ونعمل؟ نقول والله أعلم، هم خرجوا من عصر كانت المقومات النفسية والتربوية والاجتماعية والإيمانية عند الموجودين آنذاك تقتضي هذا أو تؤدي إلى هذا. قد يكون نحن اليوم لو أراد أحد أن يفعل هذا اليوم ربما ما استطاع، ربما يفشل، ربما، الله أعلم. لا سيما أن المقومات المجتمع اليوم ليست مؤدية إلى هذا. يعني مثلا غالب الناس اليوم يقولون نريد أن نأكل أولا ثم نطبق الشريعة، فقبل والله أعلم يعني هو كذا يقال. فلو أننا اليوم انتشرنا في الأودية والسهول كدعاء، يعني لو أن مثلا جماعة الإخوان والتبليغ والجماعة السلفية وكل الجماعات اللي على الساحة اتحدت وأخذت مرحلة مؤقتة من التوعية العامة للأمة، كان عدد سكان الإسكندرية ربما أقل من جيش نابليون بونابرت، ومع ذلك قاوموه بصدور عالية. لم يكن عندهم إلا 4 مدافع وبرميل بارود واحد، و500 من الجنود الانكشارية، نصفهم سرح والنصف الباقي يعني يسترزقون، اللي بيبيع طماطم كذا، يعني يفعلون بعض الأعمال دول الجنود اللي كانوا المفروض يدافعون عن الإسكندرية. ومع ذلك استقبل أهل الإسكندرية الحملة الصليبية هذه بصدور عالية. إذن القضية مش قضية سلاح ولا قضية تقدم، وإن كان هذا مطلوب، إما القضية قضية إيه؟ قضية تربية ودعوة. دي الأرضية الأصلية الكبيرة الواسعة التي ينبغي أن ننتبه لها، ودي التي يعرج عليها الشيخ حفظه الله. السنن الهامة التي يجب على الأمة أن تراعيها وهي تعمل للنهوض والتمكين لدين الله. ولهذا بدأت الدعوة الإسلامية الأولى متدرجة بمرحلة الاصطفاء والتأسيس، ثم مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم مرحلة النصر والتمكين. لا يمكن أن نقيم مجتمعا إسلاميا حقيقيا بقرار يصدر من رئيس أو ملك أو من مجلس برلماني، إنما يتحقق ذلك بطريقة التدرج، أي بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والاجتماعية. لما قامت الثورة الأولى والثانية، ثورة القاهرة الأولى والثانية على الحملة الفرنسية، كانت القاهرة تبتدئ الثورة وكل إقليم وكل قرية وكل طريق يقوم بالثورة. كان الجهاد فكرا عاما في الأمة، فكرا عاما في الأمة، وكانت التربية الإيمانية فكرا عاما فكرا عاما في الأمة، مع أن جيوش العثمانيين كانوا ربما ينهبون خيرات البلاد، والمماليك كذلك، وكان بعضهم فسقة وبعض المماليك تحالف مع نابليون نفسه، إلى أنهم إذا واجه المماليك المسلمين هؤلاء الكفر النصارى ناصرهم المسلمين وعاونهم. ده لأن التربية الإيمانية كانت آنذاك هي المسيطرة، وليس كما يصور الناس أن مصر كانت متخلفة آنذاك. مصر كانت في غاية التقدم آنذاك على الأقل المستوى الأخلاقي والمستوى الإيماني والمستوى اللي هو أسباب رحيل الحملة، الثورات اللي حصلت. ولولا ذاك لأصبحت مصر إلى الآن تتكلم الفرنسية وتصلب. صلى الله يعافينا ويسترنا، والحمد لله على ما كان. نعم كان عدد سكان القاهرة 1.5 مليون، مات نصفهم لا ضير شهداء، والذي يبقى مسلم. وهو نفس المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم
لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة الإسلامية، الحياة الإسلامية. فقد ظل 13 عاما في مكة، كانت مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن الذي يستطيع أن يحمل عبء الدعوة تكاليف الجهاد لحمايتها ونشرها في الآفاق. ولهذا لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية. وهنا نستفيد طالب العلم في بداية طلبه يغلب جانب التزكية والتربية الإيمانية أم جانب التأصيل العلمي؟ التزكية. طيب في عصرنا اليوم طلبة العلم يغلبون جانب ماذا؟ الطلب. فظهرت النتوءات النفسية والفكرية التي نراها. تقابل طالب علم عنده مرض نفسي، يعني تجلس مع طالب علم يقول لك وأنا قرأت وأنا أعلم وأنا أفهم وقد سمعت وأنتم لا تعرفون وأنتم تجهلون، مع أن هذه القضايا يعني العلم هذا يعني منحة إلهية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اخترنا من عبادنا، وإن كان الاجتهاد له دور، لكن أصل المسألة اصطفاء واجتباء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه قضية. القضية الثانية أن ابن عمر رضي الله عنه يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما لما نزل القرآن ازددنا به إيمان، وهي فرع أيضا على ما بدأ. ثم قضية أخرى وهي قضية العلوم ومتى تقدم فيها ومتى تؤخر. فلتبدأ أولا بالقرآن قبل السنة. القرآن أولا تعيش معه وتقرأه وتحفظه وتذاكره تفهم معانيه تعمل به. ثم السنة الخالصة الصافية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كلام أهل العلم، وتستعين بفهم طبعا القرآن والسنة بكلام أهل العلم، لكن لا تحفظ كلام لأهل العلم قبل أن تحفظ القرآن والسنة. والله العيش على كده. الجهر بالدعوة. الدعوة في الأقربين دعوة قريش. أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي هذا يذكر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا علي ادعو أعمامك، فدعاهم كانوا 40 رجلا. كيف 40 وهم 11؟ يعني هم وأولادهم وأولاد أولادهم هكذا. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام على مسق من لبن وعلى عناق. العناق دي اللي هي ايه؟ عنزة صغيرة، ماعز صغيرة يعني. فسمى وبرك صلى الله عليه وسلم. فقاموا واللبن كما هو والعناق كما هو، فإعجاز، فالمفروض يشكروه. قال أبو لهب ما سرعان ما سحركم صاحب. فقال يا علي عد لمثلها فإن الرجل ابتدرني، أي سبقني بالكلام. فيعني حتى كان في اليوم الثالث صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي على بقية قوم وأهل قريش، يعني يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني تيم، يا بني زهرة، يا بني هاشم، حتى اجتمعوا عنده. طبعا هو ينادي عبر الأثير على الجبل، ويبدو أن هذه عادة، أن لو أن رجلا أراد أن يخبر الناس بشيء نادى في أعلى جبل حتى يجتمعوا له. طبعا هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم هو مرة يفعل هذا، فلا بد أنه يأتي لنا بخبر ويأتي لنا بشيء. فقال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا كذا. يعني حال الداعية كان صلى الله عليه وسلم كان وكذا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب وابتدره تبا لك يا محمد سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وطبعا هنا المفاصلة في الدعوة وعدم المجاملة. فأبو لهب دعمه النبي عليه السلام، فلو جاملناه وسكتنا عن بعض الحق مش يكون أفضل؟
إذن الدين نحن نبلغ ما يأتينا فقط، نبلغ إيه؟ ما يأتينا. والأصل ألا نعطي الدنية في ديننا. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عنده شموخ وعزة لما يحمل في صدره. أنت معك رب العالمين وملائكته تؤيدك وتحوطك وتحميك وينصرك سبحانه وتعالى. فإن قتلت كنت شهيدا، وإن عشت حميدا مغلبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة قولوها تملكون بها العرب والعجم. قال وأبيك نقول 100,000 كلمة نقول وأبيك، يعني إيه ده يعني؟ قال لا إله إلا الله، فأبوا. كانوا يعلمون معناه. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. إذن لا ولد له ولا شريك له ولا إله ولا معبود معه. إذن اهدم أصنام الكعبة. إذن لا ينبغي أن تتميزوا عن الناس. إذا كان لله واحد فالعباد سواسية، تقفون على عرفة مع الناس مثل الناس. إذن ستعودون لملة إبراهيم الأصلية التي حرفتموها. كانوا يقفون لا يقفون بعرفة، يظنون أنهم أفضل ممن يقفون، إلى آخر ما كانوا يعني يضيفون على الإيه؟ على ملة إبراهيم عليه السلام. عندما بدأ دعوته بتقرير صدقه صلى الله عليه وسلم، شفقته عليهم، طبعا قال يا عباس اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، إلا أن لكم رحما أبلها إيه؟ أبلها بلدا، يعني بقي لكم إيه؟ صلة الرحم. وفيه دليل على إيه؟ صلة الرحم حتى للكافر. سبل مواجهة الدعوة تعذيب المسلمين. روت عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور. طيب النبي يقول لأبي بكر إيه؟ تريث. وأبو بكر يلح على النبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في الظهور. هل أبو بكر أكثر حماسة من رسول الله؟ ها؟